على هذه المحاولة في مكان، لكن الكرة على الهذه الدورية لمصلحة فريق أكاديمية الجوهر. يلعبها دوليا الكرة على هذا التقدم يحافظ على هذه النتيجة وعاد يلعبها المايسترو وسط الملعب، لكن المحاولات تقريبا من الكرة العديدة عادت إلى حارس المرمى الفيصل. حارس المرمى الفيصل لكن تجاهل الحديث عن السماء جاء كل هذه كرة هنا استلام، هذه فرصة لكن لحظة في معدل الكرة وإلى خارج قضيتها والكرة مستمرة. محاولات قائمة خطيرة هي الكرة هي اللعب لا تنتهي مقابل هدف واحد. وهنا الروح الرياضية العالية الحاضرة بين الفريقين والأحياء واللاعب يوسف بأفضل لاعب في هذه المباراة. بالأخير لاعب فريق أكاديمية الجوهر ومعارض يوسف في هذا الخاطر حتى لا حبايب هذا الهدف هذا خطير. مقابل هدف واحد حتى الان هدف واحد على فريق أكاديمية بيوان وسجل هدف التعادل. لاحظ الكره في مكان لكن الكره لمصلحه فريق أكاديمية بيوان مع اللاعب نادر يحاول فيها عادت الكره على الطرف الايسر. هذه فرصه هذه محاوله الكره بعد ذلك مقطوعه لكن عادت سهله الى حارس المرمى. حتى الان يعني ما في فرص لجانب الفريقين. الشوط الاول 10 دقائق اولى هناك 10 دقائق اخيره متبقيه. راح نشاهد الفريق اللي يمثل القصيد في هذا اللقاء. هذه محاوله لكن عدت فيها لكن الابعاد لا زالت مستمره. الكره في اللاعب عبد الرحمن عواد يحاول فيها عبد الرحمن او اللاعب المتقدم على الطرف الايسر رواف يحاول فيها عودة للكرة لا زالت قائمة. هذه فرصة هذه نقلة الكرة بعد ذلك تأتي لكن عادت فيها يلعبها سيف. هذه فرصة في مكان لكن يعاد من حارس المرمى اللي قبل الزمن فيه زي المباراة الماضية لكن لعب الكرة عادت وحاول فيها لكن خروج حارس المرمى فيها التوقيت المناسب. الهدف الثاني ركنية الآن محاولة قائمة. الكرة عادت يلعب نادر النوبي سيطر على الكرة يتقدم لكن انطلاقه اماميه. هذه فرصه هذه محاوله لازالت مستمره يلعبها للحربي لكن بتجلي بتعدي والشرط الموجوده لكن اكيد حكم اللقاء في الحديث معك. اضربني دق العود خلي الزمان يعود ريت الرجا ما خاب والله سيد الملعب لا لعبكم اطراف الكاسي والدليل. يلا العماني يلا شجعوا يلا قولوا ما شاء الله يلا تنصروا يلا. مشاهدينا الاعزاء عبر منصات التواصل الاجتماعي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في المهرجان الكروي للاكاديميات الخليجيه خليجيه كواترو. شفنا اليوم المباراة الأخيرة لفئة 16 سنة التي جمعت بين فريقي B1 من المملكة العربية السعودية وفريق الجوهرة أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان.